قرار مرتقب وحاسم من الركراكي قبل مواجهة تنزانيا للتأهل إلى كأس العالم 2029. قرار ناري من وليد الركراكي قبل ماتش الحسم ضد تنزانيا، المباراة اللي غادي تحدد المصير ديال المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2029. شنو واقع داخل المعسكر؟ علاش الركراكي غاضب؟ وشنو التغييرات اللي كاينين في التشكيلة؟ بقاو معايا حتى لآخر ثانية. راه هذا الفيديو فيه معلومات حصرية وتحليل دقيق. 1. الركراكي ساخط على بعض اللاعبين. فبعد الانتصار الصعيب ضد النجر، وليد الركراكي خرج بتصريح قوي قدام الصحافة وقال بالحرف: اللي نعس كاينين دراري في الدكة غادي ياخدوا بلاصته، واللي ما يعطيش غادي يجلس. هذا التصريح خلق ضجة كبيرة وخلى الناس يتساءلوا شكون هم اللاعبين اللي ما عجبوش، وإيش كاينين أسماء معروفة على وشك الخروج من التشكيلة الأساسية. الركراكي باغي يوجه رسالة واضحة: المنتخب في منافسة وما كاين حتى واحد مضمون بلاستو، وهنا كيبان انه غادي يدخل بالتشكيلة الأكثر جاهزية، ماشي بالأسماء فقط. نية التغييرات اللي جاية في مباراة تنزانيا حسب مصادر مقربة من الطاقم كاين نية باش يبدل بعض العناصر في ماتش الثلاثاء ضد تنزانيا في مدينة وجدة. والمباراة هذه ماشي عادية، حيث الفوز فيها كيعني التأهل رسميا لكأس العالم 2024. غياب حكيمي، للأسف العميد أشرف حكيمي ما غاديش يكون حاضر حيث عنده تراكم، فالإنذارات غياب دياله كبير، ولكن كاين حلول بديلة والركراكي عارف كيفاش يسد الخصاص. مفاجأة بالعمري، الركراكي استدعى لاعب الرجاء يوسف بالعمري باش يعطيه فرصة يبرهن على القيمة دياله. واش غادي تكون المفاجأة في التشكيلة الأساسية؟ 3. التأهل بين يدينا، ولكن الحذر ضروري. المنتخب المغربي دابة في الصدارة، لكن تنزانيا خصم عنيد خصوصا في المباريات اللي فيها ضغط. الركراكي عارف أنه الفوز هو الخيار الوحيد وما كاينش مجال للتراخي أو الأخطاء. وش الجمهور المغربي غادي يكون فالموعد؟ جمهور وجدة معروف بالحماس دياله وغادي يكون عنده دور مهم فهذا اللقاء المصيري. 4. قراءة تكتيكية سريعة بما أن حكيمي غايب، كي يبقى السؤال: وش غادي نرجعوا لثام مدافعين؟ وش غادي يعطي فرصة للاعبين شباب؟ وش غادي نشوف مفاجآت أخرى؟ فالهجوم، الركراكي كيعرف يلعب تكتيكيا حسب الخصم، ومن المحتمل نشوف أسلوب هجومي مندفع من أول دقيقة، خصوصا أن تنزانيا كتقفل اللعب بالزاف. 5. رسالة الجمهور، باغينا القتالية والروح الجمهور المغربي داخل وخارج البلاد كيتسنى هذا التأهل بشغف كبير. والمونديال ديال 2027 غادي يكون خاص لأنه غادي يتنظم في 3 دول: أمريكا، كندا والمكسيك، والمغرب خاصه يكون حاضر بقوة خصوصا بعد الإنجاز الكبير ديال مونديال قطر. شنو رأيكم فتصريحات الركراكي؟ وش معاه ففكرة أنه يبدل اللاعبين اللي ما عطاوش؟ شنو توقعاتكم لمباراة تنزانيا؟ وش غادي نتأهلوا بسهولة؟ كتبولي في الكومنتات، وباغي نسمع آراءكم. ما تنساوش لايك والبارطاج والاشتراك باش يوصلكم الجديد ديال المنتخب الوطني أول بأول. معاكم حتى نشوفوا بلادنا مرة أخرى فالمونديال